كلنا عارفين مين الجواسيس، وشفنا وسمعنا مسلسلات وحكايات كتير عنهم وعن مهمتهم، لكن الجاسوسة فايقة صبحي كانت حكايتها هي وعيلتها غريبة شويتين. فايقة فارس صبحي يهودا بنت يهودية من أصل ليبي، هاجرت عيلتها من ليبيا لفلسطين سنة 48، وانضم أبوها اللي اتعرف بفارس مصراتي للخدمة في الجيش الصهيوني، ولكن بعد سنتين بس تم تسريحه بسبب اتهامه بالسرقة، علشان من بعدها ينضم لمنظمة يهودية متطرفة وهي منظمة كاخ اللي تبنت أصوله الخسيسة في السرقة والنصب والأعمال المنافية للآداب. اتجوز فارس مصراتي من بنت يهودية أصولها ليبية برضه واللي اسمها سارة، وأنجبوا 4 عيال اللي هم فايقة وماجد وليندا ويعقوب. مصراته ويعقوب ده بالمناسبة اتذكر اسمه في قضية كبيرة اتعرفت باغتيال القذافي. وصلنا لسنة 1986، السنة اللي اتحكم فيها على فارس مصراتي أو فارس يهودا بالسجن، وده بسبب قتله لبنت يهودية، وفي أقاويل قالت إن البنت دي تبقى أخته ولكن مش مؤكد قوي. المهم الوضع في ليبيا في الأوقات دي ما كانش مستقر، وده بسبب الأخبار اللي كانت بتتذاع عن الأسلحة النووية في ليبيا. علشان كده قرر الموساد والمخابرات الأمريكية اغتيال القذافي، ودبروا مخطط الاغتيال ده على أساس وشرط صعب جدا، وهو إن المخطط كله من أول الرصد لحد الاغتيال يكون من أشخاص ليبيين. وعليه لجأت المخابرات الأمريكية لوحدات الفرز في الموساد الإسرائيلي علشان يقترح عليهم وحدات ليبية تقدر وتقبل تقوم بالمهمة دي، وطبعا ما لقوش أحسن من فارس مصراتي اللي أصله عربي ومتقن للهجة الليبية. وبالفعل تم اختيار فارس لمهمة الاغتيال، ووعدوه ان هيتم اعفائه من العقوبة اللي اتحكم عليه فيها في حال نجاحه في المهمة دي. وفعلا بدأ التدريب، وبعد ما خلص التدريب اتحرك فارس مصراتي من تل ابيب لمهمته في ليبيا. وبعد 3 شهور من جمع المعلومات عن القذافي تم الغاء المهمة، واتأمر مصراتي انه يرجع تاني لتل ابيب. في تل ابيب بقى كانت فايقة مصراتي بنت فارس مصراتي وصلت لسن التجنيد الاجباري، وبدأت في الكشف الطبي، وخلاله اتفاجئوا بإصابتها بمرض الإيدز. أيوة مرض الإيدز وهي عمرها لسه 17 سنة. طبعا انت فاكر ان دي كارثة؟ لا ابدا، دي بالنسبة للموساد كانت بشرى سر، كنز وسلاح في ايديهم هيقدروا يعملوا بيه كتير. استلم الموساد البنت ولعبوا نفسيا عليها، وكلام بقى من نوعية ان المرض ده مش حاجة وحشة ابدا، وان ده هيبقى رمز لبطولتك ضد اعداء الوطن. وبعد ما تم غسيل المخ بنجاح بدأوا في تدريبها. رجع فارس مصراتي من جديد لتل ابيب، لقى بنته تم تجنيدها وتدريبها، وبيتسند له وبيتسند لها والابن الاكبر ماجد مصراتي مهمه في مصر. وبالفعل بداوا في خطوات المهمه وخرجوا من تل ابيب للبنان، ومن لبنان لمصر. وفي القاهره سنه 1988 دخلت عيله مصراتي كعيله لبنانيه، واستقروا في شارع احمد مخيمر بالنزهه. وبعد ما استقروا بدات البنت فعلا في تنفيذ مهمتها، واللي بدايتها كانت في تقديمها في المعهد البريطاني، اللي ظاهريا كان الغرض منه انها تتعلم اللغة الإنجليزية، لكن كان الغرض الأساسي إنها تختلط بالأوساط الراقية والشباب الموجودة في المعاهد دي. الأب بقى والابن بدأوا يشيعوا بين الناس إنهم رجال أعمال لبنانيين عايزين يستثمروا فلوسهم في مصر ويحضروا سهرات، فنادق بقى كبيرة فيها ناس مهمة، ودي طبعا هتكون البوابة لزيادة معارفهم، وطبعا قربهم للهدف الأساسي بتاعهم وهو المسؤولين وأبنائهم. وبالفعل ده حصل، وفي فترة قصيرة جدا نجحت فايقة في إنها توقع عدد كبير جدا من المسؤولين دول وأولادهم. تعال بقى أوضح لك الصورة أكتر من كده. فارس وماجد كانوا بيحوموا حوالين الفريسة اللي كانوا بيحسوا إنها هتفيدهم، وعلى طول بيسلموها الفايقة اللي بتستدرجه إنه يعمل معاها علاقة، وبعدها بتهدده بالمرض اللي اتنقل له منها، وقصاد إنها ما تفضحوش بتاخد منه كل المعلومات اللي هي محتاجاها. وحسب كلام فايقة في التحقيقات فهي ما تعرفش كام واحد بالظبط عملت معاه كده، وأكتر واحد قعدت معاه كان 48 ساعة، وعلى طول تدور على غيره. عايز اقولك ان ضابط الحالة والمسؤول عن المهمة ديفيد اوفيز كان دايما بيأكد على عيلة مصراتي، وبالنسبة له كان اهم من المعلومات هو نشر المرض بين الشباب. وده كان الاختلاف الاساسي والافظع بين العيلة دي او
وبين الجواسيس دي وبين أي جواسيس تانية تم زرعهم. بعد فترة بدأت عيلة مصراتي أو يهودا في استقبال نوع مهمات تانية، زي مثلا مراقبة واستهداف سيد نصير بغرض اغتياله هو وأسرته. طيب ليه ومين سيد نصير ده؟ سيد نصير ده يا سيدي قتل الحاخام زعيم حركة كاخ اليهودية، ودي الحركة اللي انضم ليها فارس مصراتي بعد تسريحه من الجيش، ومن بعده تم تكليفهم باغتيال الدكتور خالد جمال عبد الناصر ابن الرئيس جمال عبد الناصر، وده علشان يحطوا النظام المصري في الوقت ده في ورطة كبيرة، لأن خالد عبد الناصر كان من أشد المعارضين لنظام السادات، وأي حاجة هتحصل له أول من هيتم اتهامه هو نظام السادات. أما المهمة الثالثة فكانت اغتيال بطرس غالي، أيوة بطرس غالي اللي احنا نعرفه ده، وده كان بغرض إشعال الفتنة الطائفية في مصر. ويتقال إن بطرس غالي اتقتل على إيد مسلمين. ومش بس كده لأ، ده اتسند ليهم مهمات أخطر بكتير زي تهريب الشعب المرجانية النادرة في نويبع واللي كانت بتستخدم في علاج السرطان، وتهريب الآثار وغرق البلد بالدولارات المزورة والمخدرات اللي اتعرفت بالسموم البيضاء. يعني ما سابوش حاجة حرفيا إلا وعملوها. نرجع بقى للثلاث نجوم الأساسية وهم سيد نصير وخالد عبد الناصر وبطرس غالي، لأن من خلال مراقبة عيلة مصراتي للثلاثة دول شكت فيهم الحكومة المصرية. وفي سنة 1992 تم القبض على فارس وفايقة مصراتي، وبعد أسبوع تم القبض على ضابط الموساد وماجد نصراتي، واللي كانوا بيحاولوا الهرب من الحدود ومعاهم ساعات ايد كتيرة واللي استخدموها طبعا للتسجيل الصوتي. وبعد ما وقعت كل الشبكة تم تحويلهم للمحاكمة الجنائية والحكم عليهم بالإعدام شنقا. ولكن بعد محادثات كتيرة بين الحكومة المصرية والموساد الإسرائيلي اتفقوا على صفقة تبادلية مفادها إن مصر تبعت الأربعة دول وتاخد قصادهم 16 من المصريين المسجونين في السجون الإسرائيلية. وبالفعل قد كان وتمت الصفقة، ولكن الحكاية ما خلصتش، لأن بعد القبض على الشبكة دي كان مازال شرهم مستمر في مصر، وده بسبب العلاقات اللي قامت بها فايقة مصراتي مع الشباب المصريين واللي بالتأكيد أخدوا منها المرض. فبدأت الحكومة المصرية في الوقت ده بالتنبيه وإرسال رسائل ضمنية إن كل اللي قام بعلاقة مع فايقة يروح يعمل كشوفات طبية. ومش بس كده، ده اتعمل فيلم عربي كامل بيوعي من مرض الإيدز، وده كمحاولة من الحكومة لتحجيم انتشار المرض. انتهت حكاية عائلة يهودا أو عائلة مصراتي، لكن حكايات الجواسيس في مصر والعالم العربي عموما ما بتنتهيش. بحر كبير من الحكايات سواء عن البطولة أو الخسة. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. تدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا لكم واشوفكم الحلقه الجايه.